إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي. ايوه يا عم جابر، ايوه خلصت من بدري. ايوه ابويا اتصل بيي وقال لي كده هيجي على الظهريه. ايوه ايه ده يا ولاد؟ هو ده اخويا سعاد؟ ايه اللي جايبه معاه ده؟ عامل ايه يا حسن؟ بقالي كتير قوي مش شوف. انت عامل ايه يا بقى؟ الحمد لله يا سعاد، الحمد لله يا حبيبي. هو انت جايب الخروف ده هنا لا؟ جايبه هنا الارض لا؟ جايبه عشان العقيقه بتاعت ابني النهارده، وانا عارف ان سعاد هتتخلى بيي وهتعمل السبوع من غيري، فجايب الخروف دي عايزك توديه دار الحاج عبد الله عشان خاطر يا حسن. خده ووديه دار الحاج عبد الله وقول له سعيد باعت لك ده تقوم بالعقيقه انت بنفسك. لا يا سعاد، انا ما اقدرش اعمل كده. وكمان انت قلت لامك وقلت لابوك ولا لا؟ وكمان ما اقدرش اسيب الارض لوحدي. ما تروح انت يا اخوي، انا مالي. عشان خاطري يا حسن، انا اول مره اقول لك على طلب عشان خاطري، عشان انا رحت المره اللي فاتت عشان ازور سعاد انا وامك. سعاد طردتني انا وامي، فانا بصراحه يعني مكسوف اروح تاني. فبعد ما هي طردتني كده، فانت خد الخروف بالله عليك واسمع كلامي بقى، وروح وديه من على الباب كده وامشي على طول عشان خاطري يا حسن. خلاص ماشي، امر لله. تعبتوني، هاخده وهقول له، بس انا محروس قوي. انا بقالي كتير قوي وما روحتش هناك. ماشي يا سعيد. انا عارف والله عارف ان حسن مش هيكسفني خالص، زي ما انا قلت لك كده. قول له سعيد بعت لك ده يا حاج عبد الله عشان تقوم انت بالعقيق، ويقوم هو بالذبيح ويقوم بكل حاجه. ماشي يا حبيبي، يلا روح بقى. خلاص طيب ماشي حاضر. خلاص انا فهمت خلاص. يا نهار اسود، الواحد حاسس ان هو مكسوف قوي. سلام عليكم يا حاج عبد الله، يا اللي هيني يا ناس يا اللي في الدار. سلام عليكم يا حاج عبد الله. ايوه مين؟ يا نهار اسود، هو انت اللي جابك هنا يا واد؟ يخرب بيتك يا حسن، هو انت جاي هنا لحد الدار؟ ده انا مش عرفتك خالص. هو اللي انت لابسه ده يا حزين؟ يخرب بيتك. اخويا سعيد بعتني بالخروف دي اديه الحاج عبد الله عشان يقوم هو بالعقيقه بتاعه ابنه. هو صحيح هي سعاد سميته بس انت جميله قوي يا بنتي. انا جميله قوي بلبس الدار دي. ايه القمر دي يا بنت؟ يا لهوي يا حسن، اللي انت بتقوله دي اسكت لحد يسمعني. ماشي انا هروح اناديلك ابوي. لا خليكي واقفه معايا شويه، خليكي واقفه معايا. انا ما صدقت اشوفك. ما صدقت تشوفني يا بلغه انت عايز تشوفني في الدار بتاعتنا كمان؟ ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ يابا تعالى تعال. ايوه مين ده يا بنتي؟ انا مين ده؟ ده حسن يا بوي، يا اخو سعيد. بيقول ان هو بعت لك الخروف دي. ايوه اهلا وسهلا يا اب. انت يا بنت فيزي خش جوه. امشي يا بنتي من هنا يا بنتي وفيزي جوه. امشي يا بنت. ايوه حاضر يابا حاضر. ايوه يا ابني اتفضل يا اب. بقالي كتير جو ما شفتك يا حسن، ما شاء الله يعني الله اكبر كبيرت كيدي وبقيت عليه. اخوك بقى بعت الخروف ده ليه؟ والله هو بعتني بيه حاج، بيقول النهارده العقيقه بتاعت ابنه وبيقول ان هو مش هيقدر يجي، فبعت لي الخروف دي وبيقول لك انت اللي تقوم بالذبيحه بتاعته وبالتفريجه بتاعته كمان. انا اللي اقوم بالذبيح واقوم بالتفريج؟ ليه يا اخوي؟ هو انا اللي كنت جبت الوعد ابنه ولا روح يا حسن وقول له عيب تعالي وانت اللي هتقوم بالعقيقه بتاعت ابنك، وانت اللي هتقوم بالذبيح وتقوم بكل حاجه. عيب يا حسن، فاهم اخوك ان دي من الجسور خالص ان هو يبعت لي الخروف كده. عيب. طب معلش يا حاج، يعني ايه انا هسيب الخروف وارجع كده عشان عندي شغل كتير في الارض، وانت معلش كلمه في التليفون وفهمه كل حاجه. بس هو والله جالي الجارد وقال لي قال لي ابعت الخروف ده ليك يعني، فانا جيت بنفسي. فمعلش كلمه في التليفون. خلاص ماشي يا حسن، سيبه وانا هقوم بكل حاجه وهكلمه في التليفون يا ابني. ربنا يهديهم. خلاص ماشي يا حاج. عايز مني اي حاجه؟ لا يا حبيبي لا، ربنا يقويك كده على الشغل بتاع الارض يا حبيبي، وكمان سلمني على ابوك. يوصل يا حبيبي. يلا سلام عليكم. بنتي يا سعاد قومي يا بنتي يا سعاد. في يا بنت خضتيني. يا بنتي يا بلغانتي هتصحي الواد. عرفت اللي حصل؟ جاي بالك الاخبار السعيده، عشان كده بقول لك اصحي كده فوق. في قولي ما نمتش طول الليل، الواد موتني عياط وعمال يعيط ومش قادره اشيله، وانت نايمه يا اختي ومش حاسه بيكي. قولي فيها يا بنت.
سعيد بعت مع حسن اخوه الخروف بتاع العقيقي بتاعت الواد، وبيقول ان هو مش هيقدر يجي النهارده. والله بعت الخروف. هو كان فاكر ان انا مش هقدر اعمل له العقيقه بتاعته. ده الزريبه بتاعت ابوي كلها عجول وخرفان. ماشي يا حبيبتي ماشي، مش قادر يجي الاسبوع بتاع ابنه. ماشي اما فوق له. والنبي حرام عليك، ده انت طرداه من هو وامه من هيني، طرداه من الدار هيني، هيجي تاني ازاي؟ وكمان انت اللي زعلانه منه. ده انت دماغك ناشفه خالص يا سعاد. لا لا يا هناء، انا مش قصده هو خالص، انا قصدي على امه. انا قلت له خد امك ومشيه، يعني يعني قصدي ان انا ماشيها يعني يوديها الدار، اما مش قصدي خالص اللي اطرده هو. حتى لو طردته هو يهون عليك اللي انا اعمل العقيق والسبوع من غير ما يجي يحضر. اسكتي يا هناء اسكتي. تصدقي بالله انت غريبه خالص، هي عايزه تهنيه وتجلي منه وصدمه كليني وتجلي من امه وتطرديه من هيني وكمان يعمل لك اعتبار وتقدير وكمان يجيلك. لا انت مفتريه خالص كده يا سعاد. طب امشي من قدامي يا بنت، امشي من قدامي عشان انت بتعصبين وبتحرقي دم. هي صراحه في الدار دي بتزعل. ماشي يا حبيبتي انا همشي. استني بقول لك ايه، انزلي كده وشوف ابوي هيعمل ايه في الموضوع دي. جزمه يعني انا عارفاكي جزمه. انا وديت لك الخروف يا سعيد، بس عايزه اقول لك حاجه، الحاج زعلان قوي منك وبيقول لك اصل هو مش ابو الواد، انت اللي ابوه وانت اللي لازم تقوم بالذبيح وتقوم بكل حاجه، فهو زعلان قوي يا سعيد. انا مش عارف هو انت بتعمل ليه كده. انت مش عارف انا بعمل ليه كده؟ سعاد طردتني من هناك انا وامك وقالت لي خد امك وامشي، فانا بصراحه مش هروح اعمل اعتبار ليه ولا اعمل اعتبار ليها تاني عشان ما حدش بيقدرني في الدار هناك. فهي ما دام هتقوم بالاسبوع لوحديها وحتى ما اتصلتش بي ولا قالت لي حقك علي ولا قالت لي اي حاجه، فخلاص هقوم انا بالذبيح لوحدي وهفرح كده من غير ابني. فخلاص ابعت له الخروف وهو يقوم بيه. ايوه بس انت عارف امك لسانها طويل يا سعيد، انت عارف امك ما بتسكتش على اي حاجه، وكمان هتلاقيها هي اللي بدات بالمشكله. انا عارف امي لسانها طويل وما ينفعش تسيب مراتك ولا تسيب ابنك في الوقت دي، يعني ده اول فرحيتك، فما ينفعش يا سعيد، يعني ده راجل يعني وانت حر برضه. انت يا واد يا حسن، هو اخوك سعيد بيكلم مين في التليفون؟ مين بيكلمه؟ الحاج عبد الله يام، الحاج عبد الله بيكلمه في التليفون. سيبيه في حاله يام، سيبيه يفرح مع ابنه يوم الاسبوع بتاعه ويوم العقيق. اسكتي بقى ولمي لسانك دي اللي عامل مشاكل. انا اللي عامله مشاكل يا حسن؟ ايوه انت لسه ما اتجوزتش اختها وبتقولي كده. ماشي يا حسن، سعيد رد عليا وقولي بيقول لك ايه. خلاص حاضر يا حاج، بس هي اللي طردتني من الدار وانت شايف كل حاجه. خلاص ماشي حاضر، يعني انت كلمت ابويا؟ ايوه انا سامعك حاضر. ايوه ماشي، ايوه ابويا جاي. خلاص ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الراجل دي اللي مش عارف يربي بناته. اسكتي يا عم، ده زعق لسعاد وزعق ليهم كلهم في الدار وقال لهم النهارده السبوع والعقيقه مع بعض، وكمان مش هيعدي اليوم دي من غيري انا وابوي وغيرك وغير حسن، وقال لنا كلنا لازم نحضر السبوع والعقيقه كمان ومش هيعمل حاجه من غيرنا. ماشي يا اخوي كتر خيره، بس انا ولا رايحي ولا جاي يا اخوي، مش هعمل حاجه ومش رايحه مع حد. انت عايز تروح انت واخوك وابوك روح، اما اني اطرد من الدار مرتين ومش يجيب لي حاجه يبقى انا مره ناقصه لو انا اروح. مش جاب لك حقك ازاي يا وليه انت؟ ما بيقول زعق لهم هناك وزعق لسعاد، وعيب يا اما اللي انت بتعمليه دي، انت ست كبيره وليكي عقل كبير، مش هنقعد نفهمك كده يا وليه انت. تعبتينا قوي. انا تعبتوك قوي يا ولاد. ماشي، قلت لاخوك يا حسن على اللي انت عايزه؟ قلت له ولا لسه ولا اقول انا؟ طب ما نشوف الموضوع ده بعدين، ما تقعديش في كل حاجه خبصه كده وتقعدي تتكلمي في اللي مالكيش فيه. يعني خلاص هنفذ اللي انا عايزه اعمله. يلا بس نشوف الموضوع بتاع العقيقه دي ونشوف السبوع، لازم نقف معاهم. ولا انت ليك راجل تاني يا اخوي؟ ماشي، هكلم ابوي كده ونشوف هنعمل ايه. ايوه السلام عليكم. ايوه يا حاج محمود. ايوه تعالي وهات عده الذبيح معاك. ايوه النهارده العقيقه بتاعت حفيدي. ايوه لسه مستنيناه، لسه مش اخترنا له جسم. ماشي انا هستناك. ايوه خروفين. ايوه طيب ماشي، السلام عليكم. يا بنتي هناء، نادي لي ست ابوهم انا عايزها. ايوه ناديه. ايوه جايه ياب. انا ناديتي كانت جوي بتعمل حاجات في العشاء. ايوه جايه لك اهو. خير يا حاج، في ايه؟ بتناديني كده على ملا وشي ليه يا اخوي؟ عندنا عقيقي ابن سعاد النهارده وهنقوم بذبيح 2 خروف. سعيد بعت خروف وانا اديتهم خروف كده يعني هديه ليهم، فعايزين النهارده ننجز كده ونقوم بالعقيقه دي. ايوه يا اخوي. طب وفين ام وشملوله دي؟ مش تيجي تساعدنا في اي حاجه؟
ياما بقى ما انت عارفه كل حاجه، وعارفه اللي سعاد طردهم من هنا اخر مره. فسيبيهم انا اتصلت بيهم وقلت لهم تعالوا، واعتذرت لهم على اللي سعاد عملته. هم جم مش جم براحتهم، احنا هنقوم احنا بالحاجه بتاعت بنتنا. في حاجه ولا ايه يا ولاد؟ انتوا واقفين ليه كده؟ تعالي يا مهناء، تعالي كده عشان انت من ضمن الحزب، عشان نشوف هنعمل ايه النهارده. خير يا اخوي، في ايه النهارده يا ولاد؟ النهارده هنعمل العقيقه بتاعت ابن سعاد، فهنذبح الخروفين النهارده وهنقوم بيهم. شد حيلك كده وربنا يديك الصحه انت وهنا كده، وهنازل جمالات دلوقتي وامي معاكم وتقوموا بيها كده. انا عارف اللي انتوا هتقوموا بيه. نعم يا حاج. ناديت عليا كده وانا معلش انا كنت بخبز حاجات جوه، فما كنت سامع يعني. ماشي يا جمالات، النهارده العقيقه بتاعت ابن سعاد، فلازم نقوم بيها كلنا كده هم مع بعضين، عشان نعمل كده حاجه تشرف في البلد، عشان ده اول حفيد لي وعايز افرح بيه. انا يا اخوي حاضر، شوفوا هتعملوا ايه وانا معاك اهو. خلاص ماشي على البركه. انا كلمت الجزار الواد محمود، وهيجي دلوقتي يقوم بذبحوهم، وهدخلوكوا صينيه لحمه كده تقوموا تسووها كده، وتعملوا الرز وتعملوا صلصه وتعملوا كل حاجه. وانتوا فاهمين كده بقى، انتوا فاهمين هتعملوا ايه. خلاص ماشي يا ابوي، احنا فهمنا. انت عايز ايه؟ خليه يذبح بس كده، وانت دخلنا الحاجه واحنا ان شاء الله نخلصها على طول. طب انت يعني كلمت سعيد يا اخوي وهيجي ولا هيسيبنا في اللي احنا فيه كده؟ يعني المفروض اللي هو يجي ويوقف معاك كده ويساعدك، وهتفضل انت واقف كده انت والجزار لوحدكوا؟ ايوه يا مهنا، ما انا كلمته وجاي هو وابوه وحسن ابنه هيقفوا معاي، وايدينا كلنا مع بعضنا كده نعمل حاجه نشرف. ايوه هيجي. بقول لك يا حاج، كل حاجه يحطها لحالها كده، ما يحطش كل حاجه فوق بعضيه. يعني اللحمه لوحديه والكرشه لوحديه وكل حاجه لوحديه، عشان ما نجرفش يعني، وتبقى الحاجه سهله كده واحنا بنعملها. حاضر يا عم، هقول له كل حاجه. حاضر. بس انتوا كده روحوا طلعوا الشغله كبيره وجهزوا كل حاجه، عشان انت عارفه محمود بيخلص بسرعه وهم خروفين يعني. ماشي، ربنا يعينكم يا رب. خلاص فهمتوا اللي احنا هنعمله، عشان ده حفيد الحاج عبد الله كبير البلد، فلازم نعمل حاجه تشرف كده، حتى لو سعيد هو وامه ومش جم ولا حد عمل معانا حاجه. احنا كل حاجه في وشينا، وكل حاجه قصاد البلد كلها بتقدير، فلازم يفهموا ان دار الحاج عبد الله بيعمل احسن حاجه. ماشي يا اولاد؟ خلاص ماشي يا حاج، عينيا ليك، واحنا هنقوم بكل حاجه، ما تقلقيش. السلام عليكم. ايوه يا حاج عبد الله، انا جيت اهو. هم دول اللي انت هتذبحهم؟ ايوه يا محمود، هم دول. هتخش في القاعه دي وتذبحهم، وهجيب لك كده الشات وتحط لي كل حاجه لوحديها، مش كل حاجه فوق بعضها كده يا محمود. ماشي، وطلع الحاجه نظيفه كده عشان الحاجه دي كلها رايحه لله. ايوه طبعا. حاضر يا حاج، كل حاجه اللي انت عايزها انا هقوم بيه. مفيش حد هيساعدني ولا اتصل بحد يعني يجي يساعدني وكده. لا يا حبيبي، سعيد واخوه حسن جاي لك دلوقتي، هيقفوا معاك وقول لهم اللي انت عايزه وهم هيقوموا بكل حاجه. طيب حاضر يا حاج، خلاص ماشي. بس معلش يعني استعجلوا، انت عارف محمود يعني الخروفين دول ما ياخدش في ايدي غالوه، على طول بخلصهم يعني. طيب حاضر هتصلك بيه دلوقتي وهم هيجوا، يعني مش هيكملوا حاجه، ده هم هنا في الدار اللي جنبيني. خلاص ماشي يا حاج، على البركه. ماشي. تعالى بصي كده يا حاج، انا خلصت وحطيت لك كل حاجه لوحدي. بس معلش بقى انا همشي عشان عندي شغل. ايوه ما شاء الله. ايوه لا شاطر يا محمود، انا عارف اللي انت شاطر. ماشي يا حبيبي، شوف كده يوميتك ايه ومحتاج ايه وقول لي. والله اللي تديهولي يا حاج انا مرضي بيه، اللي تديهولي انا مرضي بيه. بس معلش يعني انا استاذن منك كده الفارو بتاع الخرفان والراسين، وانت مش بتطلع لله يعني ممكن اخدهم ولا؟ ايوه اتفضل طبعا يا محمود، ده حاجتك يا ابني. خلاص ماشي يا حبيبي. ماشي يا جدتي، ابوي بيقول لك انتوا جاهزين عشان سعيد داخل بالتشات والحاجه بتاعت اللحمه، عشان نقوم بيه نسويها يعني. ايوه يا هناء، ايوه قولي له احنا شغلنا الفرن ومستنيين الحاجه، خليه يجيب الحاجه بقى عشان نخلص بسرعه. ايوه تعالى يا سعيد، حط الحاجه هنا يا ابني، تعالى هنا حط الحاجه. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بقالي كتير ما شفتكش، مش تخش كيدي وتسلم عليا؟ معلش بقى يا حاجي، انت عارفه الشغل بقى والدنيا بتاخد الواحد. الحمد لله. بقول لك الحاج بيقول لك خلي بالك من تسويه اللحم واعملي كل حاجه لوحديه، وما تخلصي كده وبندم عليه. انتوا عايزين مني حاجه تاني؟ لا يا ابني كتر خيرك يا حبيبي. بقول لك يا سعيد، ما تزعلش سعاد منك ولا تزعل من سعاد يا حبيبي. اطلع كده واقعد مع مراتك وتصفوا مع بعض وافرحوا كده يا ابني، ده اول عيل ليك، عيب كده يا سعيد. اطلع لمراتك يا حبيبي واقعد معاه
وخلي امك كده تيجي تساعدنا وايدينا بايديها كده. امي جايه ورايا اهي. امي كانت بتعمل حاجات في الدار وجايه اهي وراي. لا ما فيش حاجه، انا مش زعلان ولا حاجه. ماشي يا حاجه حاضر. ايه انت هتخبي عليا يا واد؟ وانا مش عارفه سعيد يعني ايه. انت ليك حق، يعني انت ليك حق يا سعيد، ليك حق اللي انت تزعل، بس انت عارف سعاد بتحبك ودماغها طايشه والله وبنت هابلي. مش عارفه بتقول ايه ولا تعمل ايه. والله هتعمل لكم اللي انتوا عايزينه وكمان عيله عايزه تفرح. اطلع يا سعيد زي ما بقول لك واقعد معاها كده وتصفوا مع بعض يا ابني عشان اليوم كله يبقى بركه. ماشي يا حاجه حاضر، انت شايفه كده يعني. ماشي طيب حاضر. ربنا يهدي سركم يا ابني. يلا قومي كده يا جمالات، يلا هات الحيله المنبر وهات الحاجه وولع اللحمه دي. حاضر حاضر يا حاج حاضر. حلوه الجلابيه عليها يا بنتي هنا عشان انزل بيها كده واقعد معاك. ده جميله خالص عليكي يا بنتي يا سعاد والله. ده احلى مني كمان. تدوبيها يا حبيبتي في عرق العافيه وخلاص بقى انا هديها لك هديه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يكملك على خير وتفرحي كده يا سعاد. حبيبتي انا ربنا يخليكي ليا يا رب. ايوه مين بيخبط؟ ايوه انا يا سعاد، افتحي يا سعاد انا سعيد. انت سعيد؟ طيب افتحي انا هفتح له بقى وهنزل بقى يا سعاد عشان جدتي بتنادي علي وعايزاني نعمل بقيه الحاجه. ماشي خلاص طيب ماشي انا. ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال دي يا بنتي يا سعاد؟ حلوه الجلابيه دي خالص، حلوه قوي جو عليك. بتاعه البت هنا واختي وديتها لي هديه عشان يعني لسه والدي وما عنديش حاجه البسها. ربنا يخليكم لبعض يا سعاد. لا بس بصراحه هديه مقبوله، جميله خالص عليك. انت مش هتنزلي تقعدي معانا تحت شويه ولا ايه؟ ايوه هنزل، ما انا لبست اهو وهنزل اهو. ماشي. يوم ما جت يا سعاد؟ ايوه جت هي وابوي تحت قاعدين مع ابوكي. تعالي بقى انزلي سلمي عليهم. حاضر يا سعيد، انا هعمل لك اللي انت عايزه عشان انت ما تستاهلش الا انا ازعلك خالص. انت عارف كويس ان امك مبهدلاني من ساعه ما اتجوزت وكمان من اول ما حملت كمان، وهي اللي خلتني اولد في السابع واتبهدل كده انا وابني. بس انا قررت ان انا اسمي ابني فتحي عشان بلاش فتوح دي تقيله قوي يا سعيد، فحلوه فتحي يعني. والله العظيم فتحي حلو جو والله مش وحش. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا سعاد. وانا كمان طالع عشان اقول لك حقك عليا وحقك عليا اللي انا سبتك كده في اصعب وقت انت محتاجاني فيه. ربنا يخليكوا ليا يا رب. منورين يا جماعه، منورين والله. عقبال كده ما نتلم كده في الفرح دايما يا رب. يعني انت يا راجل ما تجيش تقعد معايا كده في الدار غير ما اتصل بيك او في حاجه عشان تيجي تقعد معايا يا حاج فتوح. ازعل منك كده خالص. والله يا حاج عبد الله الارض واخده مني وقته كلها، والشغل الحمد لله على قفا من يشيل. حتى اسال حسن طالع عين امه هو والحاج جابر في الارض هناك. الحمد لله اللي ربنا بيدينا الصيحه وبنقدر نوقف. معلش حقك عليا. ايوه يا حاج والله طالع عيني من الفجريه لحد بعد العصريه ومش بيعجب ابوي. طالع عيني انا والحاج جابر بصراحه ونجيب الناس والعمال ويشيلوا المحصول ونخلص وكمان ابوي مش عايز يروحني من الارض، عايزني كمان انام فيه بالمره بقى يا حاج. والنبي ضحكتني يا واد يا حسن. هو عايزك تشيل المسؤوليه يا حبيبي. ابوك كبر مش صغير ومش هيقدر يقف لوحده في الارض. معلش ربنا يعينكم عليه. قول له يا حاج عبد الله واسكت يا حسن، احنا جايين نفرح وبس مش جايين نعمل مشاكل مع بعضين. لا عادي، الشباب دي بتحب تفضفض وتقول اللي جواه ويعني ربنا يخليهولك. وانا ما شاء الله بقالي كتير قوي ما شفتش حسن، وما شفته كده داخل عليا بالخروف قلت مين دي؟ ده البت هنايا اللي قالت لي. ربنا يخليهولك يا رب وتفرح بيه. ايوه ما لازم هنا هي اللي تقول لك، اما مين اللي هيقول لك يعني؟ يا عيب الشو انا اسكت احسن. بتقولي ايه يا حاج؟ مش واخد بالي بتقولي ايه؟ لا يا حاج ما تاخدش على بالك. عايز اشوف كده سعاد واشوف الواد وحشوني وما شفتش الواد خالص. ايوه اما انا كلمت سعيد لقيته فوق قاعد مع سعاد فوق، فقالوا لي احنا نازلين اهو نازلين بالواد. ربنا يفرحكم بيه. طيب انا هقوم بقى اشوف ام هناء وست ابوهم بيعملوا ايه عشان اساعدهم يعني عشان ما ينفعش كده. ماشي يا حاج؟ ماشي يا ام سعيد. قومي كده وخدوا هم وخلصوا عشان نلحق نوزع الحاجه. ايوه حاضر انا هقوم اهو وان شاء الله نخلص بسرعه. السلام عليكم. ازيك يا ابو الحاج؟ عامل ايه؟ وحشني جو والله. بسم الله ما شاء الله، ده انت حلوتي خالص يا بنتي يا سعاد. الله اكبر عليك. والحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا ابوي. شوف الواد والله وحشني انت كمان. عسل قد ايه الحمد لله ربنا يكملها على خير. خد يابا شوف الواد فتحي جني كده وجيرد. خد شوف وكمان شبهك يابا، شبهك كلبوزه كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كلبوزه هي واد 5 في عينك، ربنا يخليهولك. سميتوه فتحي والنبي حلو خالص. ايوه يابا سميناه فتحي. بصراحه امي كانت مصممه ان هي تسميه على اسمك فتوح، فاحنا قلنا يعني عشان ما يبقاش فتوح سعيد فتوح، قلنا فتحي سعيد فتوح يعني يبقى سهل كده. لا حلو خالص، ربنا يخليهولك يا سعيد.
تصدق بالله يا حاج عبد الله انا بخاف خالص اشيل عيال صغيره، يعني بخاف ان انا اروحهم كده او اعمل لهم حاجه، بتبقى لحمه طريه، بس حاسس ان نفسي اخده في حضني كده ومش عارف. خده يا سعيد، خده عشان انا خايف عليه. هاتوا يابا، هاتوا ما اشوف. حلو قوي، ربنا يخليه لك يا سعيد. بسم الله ما شاء الله. تصدق يا سعيد انا ما مسكتش عيال خالص، يعني عمري ما شلت عيال. ما شاء الله سبحان. حلو قوي، حلو قوي يا سعاد، ربنا يخليه لك يا رب. هو حقيقي كلبوز، حقيقي حقيقي كلبوز. خدوا بقى يا سعيد، خدوا عشان انا حقيقي خايف عليه انا كمان. عقبال حسن يا حاج فتوح، عقبال حسن لما تفرح بيه كده وباحفادك، وربنا يديك الصحه ويخليك ليه. ربنا يخليك يا حاج عبد الله، ودايما كده ظهرك مفتوح للفرح دايما. ربنا يديك الصحه انت ويخليك ليه. انا خلصت كده يا حاجه العيله، وفي جوا حبه صغيرين تاني اروح اجيبهم. بسم الله ما شاء الله. ايوه حلو كده، حلو كده يا مهناء. ايوه روح هاتيهم، في حاجات تانية هي عايزه تتعب. ايوه روح هاتيهم. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، ده انتوا خلصتوا اهو. ازيك يا مهناء، عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يكمل لها على خير يا رب وتفرحوا بيه. ربنا يخليك يا مسعاد، وعقبال ما سعيد يخوي اخوه كده ويفضلوا كده يجيب لك في عيال ويملوا عليك الدار. ربنا يخليك يا مسعاد، ربنا يخليك. بس الواكل يعني بقول لك ايه، ريحته جايبه لاخر الدار. تسلم ايديك. ام سعاد هي اللي قامت بكل حاجه والله. قالت ما حدش هيعمل العقيقه بتاعت سعاد غيرها. ربنا يخليها لها يا رب وتفرح بيه وتخوي ابنها كده ويملوا عليها هي كمان الدار. بس انا زعلانه منك، يعني هو انت لسه جايه؟ انت مش عارفه يا ولي اللي احنا دابحين النهار دي خروفين اتقسم وسطينا والله. كنت جيتي حطيتي ايديكي في حاجه. بصراحه انا قلت اجي اخر واحده، اصل انا يعني بحس ان انا باجي بعمل مشاكل وبزعلكم مني، فانا قلت كده اجي اخر حاجه. ايه ربنا يخلي لها امها وابوه، يعني هيقوموا، انا عارفه اللي انتوا ايه وهتقوموا بكل حاجه. ماشي ماشي يا مسعاد، الكلام دي مش جاي على دماغي، وليك معاكي قاعده كبيري. ماشي، روحوا هاتوا العيله بقى انتوا الاثنين وتعالوا نعبي بقيه الحاجه دي. بسم الله ما شاء الله، الوكل ريحته جايبه لاخر الدار يا جدتي. ايه الجمال دي، الله اكبر عليكم. امك يا سعاد ايديه تتلف في حرير يا بنتي، هي اللي خلصت والله وطلع عينيه. فين ابنك يا بنت، ابنك فين؟ ونزلت وسبتيه فوق؟ نهارك اسود معايا يا سعاد. لا يا جدتي، ده سعيد قاعد بيه بري، فرحان جو بيه، وكمان سميناه فتحي. ايه رايك في الاسم دي؟ المتابعين حبايبي قالوا لي سميه فتحي، يعني بدل فتوح، وعشان فتوح ده ما كانش عاجبني يعني عشان تجيل، فقالوا لي سميه فتحي، فانا عجبني الجسم وسميته. ايه رايك؟ لا جميل فتحي خالص. ربنا يجعله كده فتحة الخير عليكم ويجيب لكم الرزق ويرزقكم كده برزقه يا حبيبتي، ويجعله ذريه صالحه ليكم يا رب. حبيبتي يا جدتي. انتوا بتعملوا ايه ياما كل دي؟ عيب ياما، الحاج فتوح قاعد بري وعايز يعني سنيتين كده ناكل انا وهو وحسن وسعيد كمان. خلصوا كده يا ولاد فيها. حاضر يا ابني، احنا من الصبح اتقسم وسطينا، وبصراحه ام سعاد اللي عملت كل حاجه وطلع عينيه. جمالات قالت تعبانه وقالت راحت تكشف كده، مش عارفه مالها يا اخوي، فربنا نشوف كده البلوه اللي جاياني، ربنا يعني يعديها على خير. ما هي اللي قامت بكل حاجه والله. طيب حاضر، اخلي سعاد تغرف لكم كده صينيتين واطلعوا لكم بره، والحاجات دي هنوزعها، هنخلي سعيد كده وحسن يروحوا يوزعوه. طيب حاضر، انا هطلع بره بقى واستناك يا سعاد، استناك يا حبيبتي طلعي لي الصينيتين. حاضر يا ابوي حاضر. بصي يا سعاد، قولي لامك وهي بتجيب العيله تجيب صينيتين عشان نغرفهم يا حبيبتي ليهم. حاضر يا جدتي من عينيا. تعالى يا سعيد انت وحسن، وتعالى يا حاج فتوح اتفضلوا. تعالوا يا حبايبي، في حاجه ناقصه يا اولاد؟ لو في حاجه ناقصه اقول لهم. لا مفيش والله، كتر خيرهم يعني. ربنا يجعله عامل كده يا حاج، ويجعله كده بيتك مفتوح للخير. ربنا يبارك لك يا حاج فتوح. ده كله كده رزق الواد فتحي، وكمان فرحه سعيد بالدنيا هو وسعاد والله. كله الف هنا وشيف. الله يبارك لك يا حاج ويخليك لينا ويديك الصحه يا رب. كل يا اولاد، الوكل اتحط، وطول ما الوكل اتحط كده على الارض ما نتكلمش ونلغي بقى. الف هاني، اصل بصراحه نفسي فتحت قوي وريحه الوكل حلوه قوي. يا ست ابوهم، انا حطيت الوكل، يلا يا حبيبتي يلا عشان تاكلوا. تعالوا يا ام سعيد، تعالي يا بنتي يا سعاد، وانت وهناء يلا عشان تاكلوا. في حاجه ناقصه تانية يا اولاد عشان اجيبها؟ لا يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا ام سعاد، ده نفسي اتفتحت خالص على الوكل. هي سعاد فين؟ ما جاتش تاكل ليه معاك؟ سعاد الواد فتحي قاعد يعيط خالص، وراحت واخداها وطلعت على فوق، واحنا هنطلع لها الوكل على فوق. احنا ناكل احنا، هي نايمه من الصبح ما عملتش حاجه وما طلعت لها تاكل. ناكل احنا وبعد كده نشوف سعاد وسي فتحي بتاعها. ايه دي؟ هي سميته فتحي؟ طيب حلو الاسم. ايوه سميته فتحي، ما حبيتش يا حبيبتي تزعلك مني، اصل انت عايزه تسميه فتوح، فهي حست يعني ان الجسم هيبقى تقيل شويه، فقالت تقول فتحي على طول. ربنا يخليه ليكوا وتفرحوا بيه.
ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ام سعاد، ربنا يجعله كده عامر ويجعل بيتكم كده مفتوح للخير والبركه دايما. ماشي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي ويفرحك بحسن يا رب. احنا هنكفي الباقي متابعين يا جمالي وانتوا عشان ناكل. بصراحه رجنا جري كده على الاكل. ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناه والتعليقات الجميله، وتقولوا لنا كمان رايكم في المسلسل بتاعنا دي. ما تنسوش بقى اللايك والتعليق. ماشي، وصلوا على النبي كده في الكومنتات وقولوا ما شاء الله. يلا سلام عليكم. عسل عسل يا ام سعاد. ايوه يعملوا اللايك والاشتراك. ايوه صح. اسكتي انت، اسكتي عشان الحلقه الجايه هيكون عليكي مصيبه كبيره من ست ابوهم. مشيتي وسبتينا ليه يا بيت؟ مشيتي وسبتينا ليه؟ خلاص خلاص يا ست ابوهم، عايزين ناكل. يلا سلام عليكم.